السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة عامر من مطبخ يجعله عامر. النهاردة هنعمل خلطة البانيه. دوت 2 كيلو بقسماط مطحون. خلوه ناعم خالص. بعد كده ده كيلو دقيق، وده ربع نشا وربع كريسبي ناعم. ودي شطة ورق لورا وحبهان، كله بودرة، وتوم بودرة وبصل بودرة وملح وشطة، والشطة حسب الرغبة طبعا. هنخلطهم بقى على بعض. فضيت كيلو البقسماط وهنفضي عليه كيلو الدقيق. والربع النشا. بعد كده بقى هنحط بقى العطارة كده. ده حطيت انا كده الكريسبي. بعد كده بقى هنحط العطارة، ورق غار مطحون، وحبهان مطحون، وبصل بودرة وتوم بودرة وشطة، والشطة طبعا حسب الرغبة، وملح. وهنخلطهم كويس جدا عشان يبقى كله البقسماط طعم واحد. وتفضلي تقلبي عشان كله يبقى لون واحد. واللي عايز يزود كركم وكاري لونه اصفر بيبقى برضو كويس جدا. ولازم تحطي معلقة الملح. انا قلبت كتير، تفضلي تقلبي كتير. وده شكله بعد ما خلطناه كويس جدا. هنعبيه بقى في اكياس عشان نحفظه في درج التلاجة. احنا كده بقى طبعا انا بعبيه، واللي عايز يعبيه في علبة محكمة الغلق يعبيه. اهم حاجة تحفظوه في درج التلاجة. طعمه زي اللي في اكياس بالظبط، اللي احنا بنشتريه جاهز ساعات، بس ده احلى كمان. شكله بعد ما عبيناه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.